عادي ماسك ورقه وبيسجل وبيبيع لحد اخر نقطه في كرامته ورجولته. زمان كان في ناس معروفين بالحلب والمساليب والغجر والغوازي والنور، طبعا مش مقصود اهلنا واخواتنا اهل حلب اللي على راسنا من فوق. المهم الناس دي كانوا بيترحلوا بين القرى واطراف المدن بيعيشوا في الخيام، ورزقهم كان على الموالد والافراح وقراءه البخت والودع والشحاته والنصب والسرقه وحاجات تانية كتير ما اقدرش اقول عليها في الفيديو. دلوقتي الناس كترت والناس دي دابوا في وسطهم وبقوا عايشين واستقروا وعاشوا في بيوت وشقق وما بقوش معروفين للاجيال الجديده، لكن اللي عاش زمان عارفينهم كويس واللي اتفرج على افلام زمان عارفهم كويس. الناس دي لقت مصدر رزق جديد غير الموالد وقراءه البخت وهو السوشيال ميديا. بقوا هم اللي ما عندهمش اي خشة ولا حياه ولا اخلاق ولا مبادئ، مبدأهم الوحيد اللا مبدأ. اللي طالع يرقص ويتمايع بدون حياه قدام الكاميرا ويقلل من كرامه نفسه وكرامه اللي شايفينه، اللي بيبرق وعامل لي فيها شبح وبيلعب بالاصول والقيم، اللي بيبين تفاصيل حياته هو ومراته ولبسهم واكلهم وشربهم و واللي طالعه لي كده واللي طالعه كده، والنطع عادي ماسك ورقه وبيسجل وبيبيع لحد اخر نقطه في كرامته ورجولته، واللي انتوا عارفينه عشان اللي انتوا هرشينه يا رجاله. دول هم الحلب الجداد والغجر اللي اتطوروا، والاسوأ من ده كله ان انتوا اللي بتعملوا لهم سعر، انتوا اللي بتضحكوا وانتوا اللي تقولوا فكاهه وتسليه، انتوا اللي بتضغطوا اللايك والشير وتخلوهم يطلعوا لفوق. كل مشاهده منكم بتدي لهم فلوس، بترفع الريتش بتاعهم، بتديهم روح ونفس زياده، بتخليهم يستمروا في بيع كرامتهم وكرامتنا احنا كمان قدام الناس اللي بيتفرجوا علينا من كل حته. وانتوا عارفين الدنيا كلها دلوقتي بقت تقول علينا ايه. انتوا مش السبب يا جماعه، انتوا اللي بتدفعوا الوقود للنار دي. دول مش ناس عاديه، دول ناس فقدوا اللي يخليهم يحسوا بالعيب. ولو كان في فعلتهم راجل واحد عنده نخوه او مبدا او عدى على العيله دي راجل من سابع جده ولو بالصدفه، ما كانوش وصلوا للمستوى ده. انا مش بقول كده علشان اهين حد، انا بقول كده علشان كلنا نصحى. لو الكلام بتاعي مظبوط ولمس الرجوله والجدعنه اللي جواك، اكتب لي دلوقتي كلمه واحده، اكتب لي انا معاك، وفعل هاشتاج ثوره الاخلاق، وفعل الثوره حالا على كل حاجه ضد القيم والمبادئ والاصول اللي اتربينا عليها وبدون تاخير. وبقول لكم تاني، انا مش هسكت ومش هسيبكم تسكتوا. تاني هقول لكم يلا بينا يا رجاله، الثوره بدات وبيكم انتوا مش هتوقف.